مساء النور. اليوم راح نديرو مع بعض كيكة الخروب، كيكة بسيطة وسهلة وبنينة بزاف. الخروب هذا اللي ماهوش مجرد بديل كاكاو، وإنما بودرة طبيعية وصحية اللي نحتاجها ويحتاجها جسمنا. نتمنى أنكم تتصفحوا عليها في جوجل وتشوفوا الفوائد العظيمة اللي كاينة في الخروب، ومتأكدة ثاني أنكم لما تستعملوه مش راح تستغنوا عليه. أنا عن نفسي استغنيت عن الكاكاو، بدلته بالخروب. نبداو الان في تحضير الوصفه اللي نحتاج فيها 3 حبات بيض. نطلعوا البياض تاعنا ونزيدوا له السكر 8 ملاعق سكر. هذه الوصفه ما فيهاش ميزان. ونزيدوا الصفار تاعنا، نخلطوا المكونات هذو مع بعض، ونزيدوا لهم الزيت على شكل خيط تدريجيا، ونزيدوا الحليب اللي يكون في درجه حراره الغرفه او سخون شويه. نغربلو الخروب والفرينة وكيس الخميرة، نخلطوا المكونات الكل مع بعض حتى نتحصل على هذا الخليط المتجانس اللي نديروه في المول اللي كنا غلفناه بالزبدة والفرينة، وندخلوها الفرن اللي كنا سخناه على درجة حرارة 180 درجة حتى تنشف معنا الكيكة. نكونوا مجهزين قليل من الشوكولاتة اللي زدنا لها الحليب وبودرة الخروب، والقليل من اللوز المحمص، طبعا تبقى اختيارية هذه المرحلة. ونديروها فوق الكيكة ونخلوها تبرد وبالصحة والراحة. نتمنى انكم تجربوها لانها فعلا كيكة صحية ولذيذة جدا. انا متأكدة انكم لما تجربوا الخروب مش راح تزيدوا تستغنوا عليه. نتمنى انكم تشاركونا تطبيقاتكم اذا طبقتوا معنا هذه الوصفة.